بالنسبة للمخدرات يعني زي المروانة ولا زي أنواع ثانية زي الحشيش، هذه كلها أنواع مخدرات كثيرة مرة. وهنا في السعودية جدا يعاقبوا عليها، يعني لها عقابات جدا صارمة عليها. ممكن سجن يعني 5 سنوات 10 سنوات حسب، يعني حسب المدة. غير كذا في الجلد يعني ضرب، اوكي. يعني غير كذا انه في غرامة، لازم يدفعوا مبالغ مالية كبيرة. طيب يعني في عقوبات مرة كثيرة يعني وغالبا يعني نجد هذه الأمور يعني أكثر شيء مع الأجانب، مثل يعني نقول الهنود الباكستانيين، زي فرضا يعني من الدول زي فرضا يعني المغرب أو دول ثانية، يعني عندهم دي يعني بيهربوا مخدرات خاصة من أثيوبيا، من يعني من هذه المناطق القريبة يعني. وأما القات أنا ما أتوقع أن في السعودية في قات، يمكن في بس إنه جدا محدود، يعني جدا محدود. يعني ممكن في الجنوب، في جنوب السعودية في قات، يعني مزارع قات، ولكن إنها ما هي منتشرة بشكل كبير يعني، أو ممكن كمان ما في، يعني ما أعرف يعني إذا كان في أو لا في السعودية. والله يعني أنا أقول لك في، يعني هو الكحول ممنوعة في السعودية، ولكن يعني يتم تهريب يعني بطريقة غير شرعية يدخلوها السعودية. طيب فعشان كذا يعني هو حرام، ويعني والكل عارف إنه حرام، وإنه يعني ضار فيه أشياء كثيرة ضارة فيها يعني. ولكن يعني في مناطق معينة يعني ممكن يبيعوا فيها، يعني فرضا ممكن في بيت مرة عادي، بيت منزل شخص عادي يعني يقوم إنه يسوي الخمر في بيته، يعني يسوي الخمر هناك ويصنعه ويبيعه، ويتم بيعه يعني بطريقة سرية جدا، يعني بحيث إنه الحكومة ما تدري. طيب وهذا شيء مو كويس يعني في أماكن زي فرضا جدة في هذا النوع من الانفتاح والرياض كمان. طيب بس بطريقة جدا سرية ما حد يدري عنها. وبالنسبة للحريم يعني النساء إنهم يضعوا حجاب ويخرجوا، والله يعني للأسف إنه في بنات زي كذا، يعني في أماكن زي في جدة ولا في الشرقية، يعني زي الجبيل والدمام، في هذه الأماكن يعني إنه النساء مع الرجال، ولكن بحيث إنها تكون سرية جدا، ما تعرف عنها الحكومة، ما تعرف عنها الشرطة، وينادوا أصدقائهم، يعني بحيث إنها ما تنتشر هذه الحفلة أو هذه الأماكن أو هذا الخمر، عشان ما يقدر، عشان هم يبغوا ينبسطوا، يبغوا يصرفوا فلوسهم على أشياء حرام.